السلام عليكم خوتي خواتاتي، جيت نشارك معكم الصوبه بالخضار اللي كتجي من اروع ما يكون. هانتوما كتشوفوا كتجي غزاله ما شاء الله بالخضر مخلطه كاع وليداتكم اللي ما كياكلوكمش الخضر. هذه هي الطريقه باش غادي ياكلوها لكم. ايوا المهم تبعوا معايا هذا الفيديو ان شاء الله راه يعجبكم من الاول حتى الاخر. هانتوما كتجي ما شاء الله كتجي غزاله. يلا الخوت خليكم مع الفيديو، مع السلامه. عليكم ورحمه الله خوتي خواتاتي، جيت نشارك معكم الصوبه النهار صايم. الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا ربي. فاتح شعبان، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه، لا فاقدين ولا فاقدين ان شاء الله. بغيت نشارك معكم واحد شويه ديال الصوبه. وانتم عندي هنا 2 كريعات ديما الخضره على حسب الافراد الاسره. عندي هنا الخضره كرعه خضراء عفوا خيزو، كرعه حمراء، واحد 2 حبات نفس بوخاتم، 2 صفر، واحد حبه ديال البسباس، واحد 2 حبات البطاطا. دابا غادي نقشر الخضره ديالي وغادي نرجع معكم باش ما يطولش عليكم الفيديو. دابا بعد ما لقيت الخضره ديالي غادي نقطعها. غادي قطعت غير تقطيع عشوائيه حيت غادي يطيبوا ويطحنوا. غادي نقطعهم كاملين وغادي نديرهم في كوكوط، وغادي ندير لهم شويه البزار وشويه السكينجبير والملحه والزيت فقط. وغادي ندير لهم واحد طريف ماشي شويه صافي ديال الدجاج باش غير تنسيمو صافي، وغادي نردهم يطيبوا. وغادي ندوز معكم ان شاء الله نكمل معكم الفيديو فاش طيب. ونختار هادشي كلشي هكا. المهم قطعتي كامل وغادي نضيف في كوكوط. ندير شويه ديال البزاز، شويه السكينجبير، ونرجع معكم ان شاء الله. بعد ما طابت دابا غادي نطحنها ان شاء الله ونرجع معكم. غادي نطحنها ندير معها 3 حبات الفرماج ونرضها تغلي غير واحد شويه وغانتوما معايا ان شاء الله. دابا بعد ما درت الفرماج غادي نطحنها، غادي نطحن الصوبه ديالي كامله وغادي نرجع معكم. وهذه الخوت هي الصوبه اللي صاوبنا. هانتوما كتشوفوا رجعت ما شاء الله. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو الخوت، يفيدكم وتستافدوا منه في هذا رمضان ان شاء الله. هو جا رمضان، علاش لا ما هذه احسن من الحليله، كتكون خفيفه وكنستافدوا من الخضار. حتى وليداتنا كيستافدوا من الخضار. ايوا هذه هي، وهذا هو الفيديو ديالنا ديال النهار. ونتمنى يعجبكم. والله العظيم الا ما كيعطيش هذا التليفون ما كيعطيش، راه اللون ديالها بحال الاحمر، غير التليفون مع التليفون مبقاش يبين لي اللون ديال التصاور مزيان. يلا الخوت من يعجبكم هذا الفيديو، راه قريبه للمغرب. دمتم في رعايه الله وحفظه وعشكم مبروكه.